كان قديس وشهيد قصتنا قصة القديس أبسخيرون القليني. اتولد القديس في قلين في محافظة كفر الشيخ، وكان جندي شجاع ومحبوب بين زملائه، وكمان كان من جنود الفرقة اللي كانت في أتريب أيام الملك دقلديانوس، لما أصدر منشور يقول فيه إن كل واحد لازم يبخر ويسجد للأوثان. لكن القديس لما عرف كده رفض، والملك دقلديانوس بعدها أمر بتعذيبه وشد العذابات، وبعدين وضعوه في السجن. وهو في السجن جوله اخواته الاتنين علشان كانوا خايفين على نفسهم، وقالوا له ان غلط عليك اللي انت بتعمله، وكمان غلط علينا، لازم تبخر وتسجد للاوثان. لكن هو رفض وقال لهم ان رب المجد يسوع المسيح مات علشاننا وتعذب علشاننا، وانتوا عايزين ان انا ارفضه دلوقتي واسجد للاوثان؟ فردوا عليه وقالوا له احنا ابرياء من موضوعك، وسابوه ومشوا. ولما عرف الملك دقلديانوس باللي حصل، امر ان هو يبعته لوالي اريانا في عنصنة، وهو رايح لعنصنة وكان مربوط بالحديد في ايديه ورجليه، ومعاه 4 من الجنود في السفينة. جه رب المجد في السفينة وفك ايديه ورجليه، ولما لقيوا الجنود اللي حصل بقوا مستغربين ومش عارفين يعملوا ايه، وسابوه لغاية لما قربوا من عنصنة. لكن بعد كده قالوا له غلط علينا، لو دخلنا بيك أنصنة كده الوالي هيقتلنا. قال لهم خلاص، وخلاهم ربطوا ايديه ورجليه تاني وراحوا للوالي في أنصنة. لكن الوالي كان ساعتها في أسيوط، ولما راحوا أسيوط لقوا إنه في واحد كان عليه روح شريرة، وفي الوقت ده القديس أبسخريون حط ايديه عليه فشفي تماما وبقى كويس، وخرجت الروح الشريرة اللي عليه. فالملك لما لقي كده عذبه عذابات شديدة جدا، وكان منهم إن هو جاب له واحد ساحر علشان يزيه السم. ولما جه الساحر يزيه السم شرب السم القديس، لكن ما عملوش أي حاجة. فالساحر آمن بربنا وكمان نال إكليل الشهادة. وبعديها الوالي قعد يعذب في القديس عذابات كتير، لكن ليه كل ما يعذبه ويظهر ليه ملاك الرب ويشفيه من عذاباته، فأمر بعدها يقطعوا راسه، ونال القديس إكليل الشهادة. عمل القديس أبسخريون معجزات كتير، منهم معجزة نقل الكنيسة. كانت في ناس في البلد في القلين متجمعة في الكنيسة، متجمعين فيها في وقت بالليل يصلوا لغاية الصبح. لما عرفوا الناس الأشرار إن هم متجمعين جوه الكنيسة، قالوا إن هم يهجموا على الكنيسة ويقتلوهم جوه. لكن اللي حصل إن القديس نقل الكنيسة بكل الناس اللي فيها ووداهم في الوقت ده المنيا. لما خلصوا صلاة والصبح بيفتحوا باب الكنيسة، لأنه هم في منطقة مش عارفينها خالص، ولقوا القديس واقف قدامهم، وبعدين عرفهم بنفسه إلى شاطئ النيل وركبهم سفينة. وهم ماشيين بالسفينة كان ما تاخد 3 أيام، خدت يوم واحد. فآمن القائد بتاع السفينة برب المجد يسوع. وبركة القديس أبسخريون القليني تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.